اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا رب تكونوا بخير. تعالوا ما اوريكم الصينيه القمر دي عملناها ازاي وباسرع وقت، ومفيش حاجه خالص ولا واقفه في المطبخ ولا اي حاجه خالص. طبعا دي شكلها بعد ما استوت كانت سخنه ومش عارفه اوريها لكم قوي. فطبعا هقرب شويه الكفته. طبعا دي كفتة بالخضار كده، بدل ما اعملها كفتة في الفرن بس كده، لا بجد كانت تحفة. واحلى حاجة فيها كانت البطاطس، ما شاء الله عليها، كان طعمها تحفة. شايفين القمر بعد ما خرج من الفرن؟ بجد تحفة. اول حاجة، فاكرين التفريزات اللي كنت مفرزاها معاكم وقلت الفراخ اللي انا عملتها مفرومة دي هحتاجها في حاجات كتير قوي، بس ما كانتش كفتة صراحة. فالنهاردة قلت لا، ده انا هعملها كفتة. اول حاجة جبت شوية زيت كده ودهنت الصينية بتاعتي، وهصبع الكفتة دي. اصبعها بقى وانا عايزة ايديا زيت بس، مفيش اكتر من كده، واحطها في الصينية وهقطع عليها الخضار اللي انتوا شايفينه ده، ومفيش اسرع من كده. ولا واقفة في المطبخ، انتوا عارفين ان انا بحب الحاجات اللي بتتعمل سريعة، ما بحبش اللي انا اقف في المطبخ كتير ولا اي حاجة من دي. فطبعا صبعت الكفتة بالشكل ده، شلت المعلقة، شلت الفرشة لانها كانت قدام الكاميرا وكده، وصبعتها بالشكل ده. وبجد جوزي قال لي تحفة، يعني عجبته قوي. طبعا انتوا في العادة عشان نعمل كفتة من الفراخ بنشوي فراخها طماطم، وبنشوي بصل، وبنشوي فلفل وبتنجان، وبنعمل سلطة مشوية كده بتكون تحفة. المرة دي بقى قلت لا، ده انا هغير، هعمله كله في صينية ومعاه بطاطس. طبعا صبعت الكفتة وجبت الخضار بتاعي، بصلتين كده من الابيض ده. طبعا انتوا عارفين اسعار البصل دلوقتي بقت عامله ازاي، بجد الواحد مش مستوعب. يا ريتني خزنت بصل صراحه. التخزين في البيت بيكون حلو قوي يا جماعه، وان شاء الله السنه الجايه مش هغلط الغلطه دي وهخزن. طبعا دلوقتي بشتري بقى على القد، فالبصل غلي جدا. هنا طبعا قطعت البطاطس شرايح، البصل شرايح كده، وبعد كده الطماطم قطعتها شرايح بنفس الطريقه. وهقطع الفلفل برضو، شلت طبعا البذر اللي جواه، ونقطعه سوا كده. ما تنسوش تصلوا على النبي وعليه افضل الصلاه والسلام، وتحطوا لي لايك وتعملوا لي كومنت حلو كده. بستنى تعليقاتكم بجد، ما تحرمش منكم ابدا، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. هنا هجيب بطاطسيتين كده واقطعهم معاهم كمان. طبعا كنت اول مره اعمل الطريقه دي صراحه، وطلعت تحفه. نزلت بالخضار بتاعي علشان يكون عندي مساحه ان انا اقطع البطاطس يعني. شايفين الخضار وجمالة الخضار بيبقى شكله تحفة. هنا قطعت البطاطس نفس الطريقة بالشكل ده. تشيلي بقى لو منها حتة حمرا حاجة من دي بتشيليها. طبعا البطاطسية دي مش عارفة، انا لو لقيت اي لون متغير في البطاطس صراحة محبش استخدمها، فقطعت شوية منها كده. وبكده خلاص الصينيه بتاعتنا خلصت. مش بجد مش متخيلين. طبعا طلعت اللي هو الطبق فك، وبعد كده شويه خضار قطعتهم، ومفيش اكتر من كده. جبت طبعا البهارات ونزلت بمعلقه صغيره بهارات، ونزلت بقى بمعلقه صغيره فلفل اسود، والملح بتاعي طبعا ما تكتريش ملح. كان عملت بالظبط نص معلقه على طرف المعلقه كده، شويه مش كتير خالص. وشويه شطه طبعا عشان انتوا عارفين اختياري، وشويه كمون، وبس كده، ومعلقتين زيت مش اكتر. وقلبتهم بالطريقه دي، وهنزل بقى على طول على الكفته بتاعتي، مفيش اكتر من كده. طبعا كنت المفروض احط الخضار الاول وبعد كده احط الكفته، لكن انا عملت العكس، حطيت الكفته وبعد كده حطيت الخضار. حاولت ان انا ابينها شويه. طبعا احنا في الوقت ده هحطها في الفرن بقى على درجه حراره مش عاليه خالص، يعني الفرن ساخن، واحطها على درجه حراره هاديه متوسطه لمده نص ساعه، واخرجها هتكون زي الفل. شايفين الجمال؟ يلا بينا بقى ندخلها الفرن تستوي معانا. بجد بتبقى بقى الالوان قمر قمر، يعني الكفته المفروض تكون ايه فوق. وبدا شكلها بعد ما استوت خرجتها من الفرن. طبعا البطاطس دابت دوب، اول ما لقيت البطاطس دايبه كده عرفت خلاص ان هي استوت وبقت زي الفل. صباع الكفته ماسك نفسه كده، والبطاطس دايبه خالص. وبكده نكون خلصنا الصينيه. طبعا جبت السلطه. انا يا جماعه ما كنتش بحب السلطه الخضراء ابدا، الحمد لله بقيت باكلها. صراحة طعمها حلو جدا مع الاكل، ما كنتش متخيلة الطعم ده.
في اكلات بتحب السلطه واكلات لا. هنا قطعت بقى طماطم وقطعت فلفل وقطعت كان عندي اسمها ايه وخيار وجزر وبس. هنزل بقى بشويه رشه ملح، هتبله بقى السلطه بتاعتنا كده، رشه ملح وشويه كمون وشويه شطه. ما بحطش على السلطه ازيد من كده يا جماعه، شويه ملح وشويه كمون وشويه شطه. وبكده نكون خلصنا العشاء بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو كده، واللي مشتركش معايا في القناه ينورني باشتراكه عشان عيلتي تكبر بيكم. سلام.